معلم فنون قتالية بيعلم بنت ضعيفة اتعرضت للإهانة علشان تاخد حقها بنفسها. دي جولي بنت جميلة أبوها وأمها ماتوا في حادثة، وبتعيش مع جدتها لويزا وكان بينهم خلافات باستمرار، وتسافر الجدة في شغل وتسيب جولي مع مياجي ضابط على المعاش علشان ياخد باله منها لحد ما ترجع. ونشوف مياجي بيوصل جولي للمدرسة، وعلشان عايز يخرجها من المود كان عاوز يعزمها على سوشي. وجوه المدرسة وهي قاعدة في أمان الله بيجي ماك، وبنعرف انه شاب رخم وعايز ياخد راندي ويخرج مع جولي بالعافيه، فصوتها بيعلى ويجي قائد امن المدرسه العقيد دوجان وبيسال ماك في ايه، فبيقول له البنت دي كانت بتدخن وبيلبسها تهمه، وبياخدها دوجان على مكتب المدير اللي اخد قرار بطردها لو الموضوع اتكرر تاني. وبيجي اريك موظف في المدرسه علشان يوصل جولي لفصلها، وبيجي ماك ويحذر اريك ويقول له ان جولي تخصني ويا ريت تبعد عنها علشان اللي يعمل غلط هياكل من الزلط. وبتطلع جولي للسطح علشان تطمن على الصقر اللي جناحه مكسور، وبيشوفها أريك ويعرف انها عامله حديقه حيوان فوق سطح المدرسه. ولما حست انه ممكن يكشف سرها هددته انها هتكتب اسمه في حمام السيدات، قال لها ولا يهمني انا كده كده هتشهر اكتر، فبتهدده انه لو اتكلم هتحط له سكر في تنك عربيته وتفجرها. في التمرين بنشوف العقيد دوجان بيمرن كل افراد الامن على حركاته للدفاع عن النفس، ويجي مياجي علشان ياخد جولي يروحها للبيت، ولكن دوجان اتعامل معاه بقلة ذوق وطلب منه يمشي والا هيتصرف معاه بشكل ما عجبوش. ونشوف جولي وهي بتسأل أريك لو كان قال لحد عن الصقر اللي هي بتعالجه، وبتركب عربيته وتعرف منه ان ابوه سابهم وهو صغير، وانه حاليا بيفكر في الكلية الجوية وان العقيد دوجان ممكن يساعده. ولكن بالنسبة لجولي كل ده تمام، بس اهم حاجة عندها ما يجيبش سيرة الصقر لأي حد، وفعلا وعدها بكده. وبعد جولي ما رجعت قال لها مياجي انه راح للمدرسة علشان يوصلها بس ما لقاهاش، وعرف ان عندها واجبات كتيرة ولسه ما عملتهاش. تتعصب عليه علشان حست انه بيأمرها وهي اصلا ما بتستحملش كلمة من جدتها نفسها، وبتقول له يا ريت ما تتدخلش في حياتي. وبتعدي الطريق وهي منفعلة ومش شايفة قدامها، فبتخبطها عربية لكنها بتتفادى الخبطة بكل رشاقة، وبيعتذر لها السواق لانها طلعت قدامه فجأة. بتدخل جولي للبيت وكانت متوقعة ان مياجي هيقعد يلوم عليها ويتهمها باللامبالاة والاهمال، ولكنه بيسألها عن وضعية النمر اللي عملتها لما العربية كانت على وشك تخبطها، لكنها بتقول له ان ده كان رد فعل طبيعي مش محتاج تعليم. وبعدها عرف منها ان جدها علمها الكاراتيه وهي صغيرة وكان بيتمرن معاها كل يوم. وبيقول لها مياجي تعرفي ان جدك انقذ حياتي قبل كده في الحرب، وبعدها علمته الكاراتيه وهو علم والدك، لكنهم في الاخر ماتوا والغضب مش هيرجعهم. لازم تعيشي حياتك وتبطلي عصبية وتستغلي ميراث ابوكي وتفرحي. فبتسأله ميراث ايه؟ قال لها الكاراتيه. ايوه هو ده الميراث الحقيقي. وبيقوم مياجي بدري علشان يمسح العربية، وبيتفاجئ لما لقى جولي بتطلب منه يعلمها الكاراتيه علشان لو حد ضايقها ممكن تدافع عن نفسها. وقال لها مفيش مشكلة ولكن توتو على كبوته وقبجني تجدني، بس بتقول له انها معهاش فلوس. فبيقول لها مش هاخد فلوس كل درس كاراتيه، ولكن هتعمل له قصاده واجبات ل3 مواد. وبدأ يعلمها اول درس وقال لها نلمع بايد وننظف بايد، هو ده الكاراتيه الحديث يا جدعان. وبتطلب جولي من مياجي يسلفها فلوس، ولكن قال لها الجيران اللي جنبنا محتاجين مربية لاولادهم. وتروح جولي لبيت الجيران علشان الوظيفة، ولكن الولاد استقبلوها بالكور والاطباق الطايرة والصحون، من الاخر جننوها. تتقابل جولي مع مياجي وقال لها ان رعاية الاطفال تمرين مفيد في الكاراتيه. وتروح جولي للمدرسة بالليل علشان تطمن على الصقر انجل، وشافها مجموعة الحراس بامن المدرسة ومعاهم ماك اللي كان بيحبها وهي منفضاله. وتجيله الفرصة لحد عنده ويجري وراها ويطاردها علشان ياخد اللي هو عايزه. وتستخبى جولي في مطعم المدرسة، ولكن ماك اكتشف مكانها وطلعت تجري لحد ما خرجت من المدرسة وقفلت البوابة على الحراس. وبنشوف عربيات مطافي وعربيات للشرطة وجريت علشان تستنجد بيهم، ولكن للأسف بيطلع العقيد دوجان هو اللي في العربية وبياخدها للإدارة بتاعة المدرسة علشان يشوفوا حل معاها. ويروح مياجي علشان يستلمها، ولما سأل عن السبب اللي خلاها تروح المدرسة في وقت متأخر قالت له عن موضوع الصقر اللي بتربيه، وعرف منها انها اتفصلت اسبوعين من المدرسة. وكانت جولي مبسوطة علشان هتقضي اليوم في سماع الموسيقى، ولكن مياجي بيقترح عليها زيارة صديق قديم. وتروح جولي لمحطة القطر علشان تطلب من أريك انه يهتم بالصقر ويأكله طول فترة غيابها. وعلى الطريق بينزل مياجي علشان يفول بنزين من استراحة على الطريق، وتدخل جولي علشان تحاسب وتلاقي كلب كان على وشك انه يهاجمها، ولكن بيتدخل مياجي ويتعامل مع الكلب بلطف ويحوله القطة. ويطلع ال3 من الاستراحة ويحاولوا يلهبوا عضلاتهم على مياجي، ولكنه كان ديب عجوز وعلمهم الأدب. ويكمل مياجي وجولي
جولي طريقهم ويوصلوا لبيت صديقه. وكانت جولي مستغربة لما لقت أصدقائه مجموعة من الرهبان بتصحى من النوم على صوت أجراز وتجري علشان تطمن على مياجي وتسأله على الفطار، ولكنه كان لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم، سكتم بكتم. وبيخلص مياجي التمرين وياخد جولي لحديقة الصخور المقدسة ويقول لها الصخرة الكبيرة بتمثل اليابان والصغيرة بتمثل اوكيناوا جزيرة مياجي، ويطلب منها تروح اليابان وتطلع على الصخرة الكبيرة. فبيقول لها عايزك توجهي ضربة قوية لخصمك وبعدين تروحي لاوكيناوا، وبتقول له الموضوع صعب. فبيقول لها لازم تحاولي، وبتفشل في البداية. وبعدها بتروح جولي ومياجي لمخزن وبتقول له احنا جايين هنا نلم القش ولا ايه؟ فقال لها لا امشي بس احترسي وفتحي عينيكي وخلي بالك من كل حاجة حواليكي. وفجأة بينزل عليها شوال، وبعد الغدا كده بتحاول جولي انها تاكل بالعصيان، وفجأة لقت صرصار وهوب مسكت الشوز ولسه هتموته، سبقها واحد من اهل الدير وخطفه من قدامها. وفي لحظة قام الكل وسابوا الاكل، وحست جولي انها ارتكبت جريمة وسألت مياجي عن سبب زعلهم، واتفاجئت لما قال لها ان ممنوع قتل اي مخلوق داخل الدير. وخلال التمارين بتوصل المكالمة لماك من جولي علشان تطمن على الصقر واحواله، وبيحاول ماك يعرف منها هترجع امتى، ولكن ما خدش جواب مفيد. بتروح جولي تاخد جولة في المزارع حوالين الدير وتاخد جرادة خضراء جميلة، وترجع على الدير وتعتذر للكاهن انها حاولت تموت صرصار قبل كده وتديه الجرادة. ولاحظ مياجي مدى تفاعل جولي مع اهل الدير وازاي بدأت تتمرن لوحدها. ويروح الاتنين للمخزن مرة تانية وتقول له جولي انها هتكون صاحية قوي المرة دي وهي مفتحة عينها كويس، وقال لها لا انا عايزك تدافع عن نفسك وانت مغمية عينيكي. فبتقول له ازاي؟ فبقول لها المعلم باحساسك بقى بودانك. بتتمرن جولي بالليل في غرفة بالدير على صوت الموسيقى وتتفاجئ باهل الدير وتعتذر على صوت الموسيقى، لكنها بتتفاجئ بالرهبان بدأوا يرقصوا على الموسيقى. وبتبدأ جولة جديدة في التمارين، ويطلب مياجي من جولي انها تنط من الصخرة الكبيرة للصغيرة، لكنها حاولت كتير وفشلت وقال لها حاولي تاني وخلي عندك عزيمة، وبالفعل نجحت. بتبدأ تنظف العربية بإيد وتلمع بالإيد التانية، وبدأت مراحل تدريب جديدة لاستخدام الأرجل، وكان مياجي بيساعدها في كل تدريب. وبتعرف جولي ان زيارة الدير على وشك انها تنتهي، فبتسأل الرهبان علشان كانت عايزة تودعهم، لكنها بتتفاجئ بيهم عاملين لها حفلة بمناسبة عيد ميلادها. وبيطلب مياجي منها انها تطفي الشمع وتتمنى امنية، ووعدها الرهبان بتحقيق امنية واحدة تتمناها. وقالت امنيتي ان انتوا تزورونا في بوسطن. فبيقولوا لها صعب اننا ما خرجناش من الدير من سنين، لكنهم بيتشاوروا مع بعض وبيوافقوا وقدموا لها هدية، وكانت عبارة عن شرح للرماية حسب ديانتهم. وعلى السريع وقبل الباقة ما تضيع بيبدأ اول درس للرماية، وكانت جولي مستغربة ان مفيش هدف يصوبوا عليه. بيتطوع مياجي ويقدم كهدف علشان يصوبوا عليه، واندهشت جولي وبيضرب احد الرهبان سهم على مياجي، ورغم سرعة السهم وقوته قدر مياجي يمسك السهم. بترجع جولي للمدرسة بشكل جديد وروح جديدة، بتعتذر لكل المدرسين عن تقصيرها في الواجبات، وكمان وعدتهم انها تتغير للأحسن وبقت إنسانة مختلفة. وبتتقابل مع أريك وتسأله على الصقر ويطمنها انه بخير، وكان ماك واصحابه بتوع الامن شكلهم لسه حاطينها في دماغهم. وبتسأل جولي أريك عن كلية الطيران، فبيقول لها هحاول ادخل الاختبارات من غير مساعدة العقيد دوجان لانه انسان مش تمام. وبتطلع جولي وأريك للسطح علشان تطمن على الصقر وتتفاجئ انه مش موجود، وكانت علامة استفهام محتاجة اجابة ازاي الصقر مش موجود وجناحه مكسور. ويوصل ماك اللي قال لها انه اتصل بمكتب الخدمات البيطرية وخدوا الصقر، وكان كلامه مستفز قوي. وبتحصل خناقة كبيرة بينه وبين أريك، وبعدها بتروح جولي ومياجي لمكتب رعاية الحيوانات وتجيب الصقر، ويطلب منها مياجي تحرر الصقر وتطلق سراحه. وبالفعل ورغم حب جولي للصقر حررته. وبعد جولي ما رجعت للبيت قالت لمياجي ان أريك عزمها على حفلة رقص، بس المشكلة ان ما عندهاش فستان مناسب تروح بيه الحفلة. فبيروح مياجي ويشتري فستان لجولي، ويبدأ مياجي يعلم جولي مجموعة حركات جديدة من اختراعه وسماها رقصة الكاراتيه، ولها جدك هو اللي علمنا الحركات دي. فافتكرت جولي فجأة ان ما عندهاش فستان علشان الحفلة، فبيستأذن مياجي ويروح يجيب المفاجأة، وقدم لها فستان جميل كهدية في عيد ميلادها، وطلب منها تتصل بأريك وتعرفوا انها جاهزة للحفلة. وبتزيد فرحتها اكتر لما كهنة الدير وفوا بوعدهم وراحوا زاروا جولي. وبيوصل أريك علشان ياخد جولي للحفلة، ويطلب مياجي من أريك يرجعوا بدري ويتعامل مع جولي بكل احترام. ويشوف مياجي جولي بفستانها الجميل وكانت فرحانة وبتتمنى لو كان امها وابوها عايشين. وبتخرج جولي مع أريك، وكان في وداعها الرهبان اللي كانوا مبهورين برقة والجمال وانوثة جولي. واتجنن أريك من جمال جولي لدرجة انه دخل في طريق في عكس الاتجاه، بس لحق نفسه في اخر لحظة. واخد مياجي الرهبان علشان يفسحهم، وراحوا نادي الالعاب، بس موظف لعبة البولينج اتعامل
واتعامل معاهم بقلة ذوق، ودخلوا معاه في تحدي، وكل واحد كان بيرمي الكرة ويغمض وتشتغل البركة، لدرجة ان واحد من الرهبان رمى الكرة وخرجت بره المسار ورجعت دخل تاني ويكسبوا الرهان. وفي الحفلة بدأت جولي الرقصة مع أريك واخدت وضع الاستعداد، وقال لها أريك هو احنا جايين حفلة ولا ماتش كاراتيه؟ وفي صالة البولينج بدأ مسؤول الصالة يغمي عينه ويلعب بطريقة الرهبان. وفي الحفلة بيعمل ماك بتاع الأمن حركة أكروباتيه مع 2 من زمايله، ولكن واحد فيهم فلت واتصاب، وبيجري أريك ويساعده، ولكن ماك كان بيتلكك لأريك وعايز يتخانق معاه علشان حس إنه جولي راحت منه. وبياخد أريك العربية علشان يوصل جولي للبيت، وقالت له إنها مش عايزة تسبب له أي مشاكل. وفي الوقت ده بيوصل ماك بعربيته ويقف يتابعهم، وسألها أريك لو حاول يبوسها هل الموضوع هيقلب لمعركة كاراتيه؟ وبيوصلوا الرد بسرعة بس بشوم على إزاز، وبيجي ماك ويكسر له كل إزاز العربية. مش بس كده، لا، قال لي أريك لو أنت راجل قابلنا عند محطة القطر وتعالى لي بقى هناك. وبيسخن أريك ويروح لمحطة القطر علشان يواجه ماك راجل لراجل، ولكن علشان الخيانة ملهاش حدود وزمن الرجولة بقى نادر الوجود، بيوصل زمايل ماك اللي كانوا مربطين معاه علشان يفترسوا أريك. وبدأت الحفلة بتفجير عربية أريك، وبعدها بدأت المعجنة وتلموا عليه زي الكلاب السعرانة، ولكن العقيد دوجان ما كانش عاجبه كل ده وطلب منهم يخلصوا عليه. وهنا بتوصل جولي ومياجي في اللحظة المناسبة، وقال لهم دوجان ما تقلقوش على أريك، دي حادثة بسيطة لأنه كان سايق بسرعة. وقال له مياجي هي دي رجولة إن 5 على 1؟ وتعامل مياجي بعقل وأخد جولي وأريك ولسه هيمشوا، لكن ماك شد جولي من كتفها وكان لازم تعلمه الأدب، وربنا يكفيك بقى شر الأنثى لما تتحول لديب، واللي يواجه الديب يتحمل التعذيب. وبدأت المواجهة باستظراف وسخرية من ماك لجولي اللي حاطط عليه من أول طلعة، ويحاول تاني وتالت لحد ما بترميه على الأرض، وبكل مكر كده أخد شوية طين ورماهم في عينين جولي اللي بقت مش شايفة أي حاجة، وهتبدأ تقتل بالإحساس زي ما علمها مياجي وطلب منها التركيز. وقامت جولي وخلصت على ماك بضربة في البطن. وبيفضل مياجي لغة العقل، ولكن العقيد دوجان رفض وطلب من فريق واحد يقتل جولي، بس الكل رفض وجابه ورا. ودخل مياجي على الخط وقال له لما الكبير يتكلم الصغير يشد بلاستر ويبص علشان يتعلم. وبدأ دوجان معركته مع مياجي اللي مسح بيه الأسفلت وخلاه عبرة قدام تلاميذه. وكانت جولي مبهورة بمياجي اللي أكد على إن القتال آخر اختيار بيفضل للجوء إليه. بس كده، ولحد هنا بينتهي فيلمنا النهاردة. مستنيين دعمكم اللايك والشير، وسلام.